يوجي واحد من اشهر اعمال الانمي الياباني اللي خرج منه لعبة كروت من اكتر العاب الكروت نجاحا على مستوى العالم، بقالها اكتر من ربع قرن ولسه ليها شعبية لحد دلوقتي. لكن ليه واجه مشاكل في العالم العربي؟ لما تسأل السؤال ده هتسمع اجابات زي العنف والسحر ورمز احجية الالفية اللي بيقولوا عليه من رموز الماسونية. ممكن حد يقول لي ايوه النسخة اليابانية مليانة عنف ودم وقتل ومشاهد صعبة، لكن احنا اصلا في العالم العربي اتفرجنا على النسخة المعدلة بتاعت 4 كيدز، واللي بالمناسبة انا كنت عامل فيديو عن الفرق ما بين النسخة الاصلية ونسخة 4 كيدز، هتلاقوا الفيديو على القناة. لكن في سبب تاني اهم ساعد على تشويه يوجي في العالم العربي، هنكتشفه مع بعض في الفيديو ده. في الوقت اللي يوجي اتعرض فيه اثار الجدل نوعا ما في العالم العربي، وبدأنا نسمع ونقرا حاجات زي كده: خطورة لعبة يوجي خرافات فرعونية تدمر عقول اطفالنا بسلاح الفضائيات، اخطار المسلسل الكرتوني يوجي، وفي فتاوى طلعت بتحريم المسلسل واللعبة. قد كده الموضوع كان كبير وقتها. هسيب لكم كل الفتاوى والمقالات في الوصف لو حابين تعرفوا ايه اللي كان بيتكتب ساعتها. لو رجعنا للفترة من 2006 ل 2009، يوجي كان لسه بيتعرض للمرة الأولى على قناة MBC 3. إن أردت أن تفوز فيجب أن تثق بورقي. مغامرات جديدة. أظن أن عدونا واحد. بطاقات جديدة. أكشف لكما ورقتي المقلوبة. وحوش جديدة. سوف أستدعي الوحش المغير. يواجههم يوجي في الموسم الثاني. قريبا سيواجه مشكلات أكبر. غدا الساعة 5 بتوقيت السعودية، خاص على MBC 3. وزي بوكيمون وبيبليد وأي كرتون تاني كان بينزل له ألعاب في السوق، ومن هنا بدأت المشكلة. كروت يوجي زي أي حاجة ناجحة ومنتج ناجح ظهر منها كروت تقليد. وماذا كان مصدر هذه الكروت؟ الصين. وايا كان اللي عمل الكروت دي هو استغل نقطة مهمة جدا، وهي ان كونامي هتنتج كروت يوجي ب6 لغات رسمية: الانجليزية والفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية والبرتغالية، بالاضافة للغات اسيوية زي اليابانية والكورية والصينية، وزي ما هو واضح مش من ضمنهم اللغة العربية. فالناس اللي شافت يوجي في العالم العربي محتاجين كروت يلعبوا بيها، وهنا دخلت الكروت العربية من الصين، وهو ده السبب الأهم لكل المشاكل. الناس اللي عملوا الكروت دي في الصين عملوا أسوأ ترجمة عربية ممكنة في التاريخ. وهنا أنا مش بتكلم عن أخطاء في الترجمة، لا 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 خالص، أنا مش فاهم إيه الكلام الغريب اللي كانوا كاتبينه ده أصلا. يعني واحدة من فتاوى التحريم اللي عرضناها، السؤال بيقول في لعبة اسمها يوجي أو ساحر الظلام لنداء الآلهة، وده كان اسم كارت من الكروت التقليد اللي بنتكلم عليها. وانا عارف المعلومه دي لاني زمان اشتريت من الكروت دي، لكن الكارت ده تحديدا ضاع مني، ولحسن الحظ لقيت ليه صوره، وزي ما انتم ملاحظين ده اكسوديا، لكن اللي مكتوب عليه ساحر الظلام لنداء الالهه. مثال تاني الكارت من الكروت دي ده العملاق المعذب اللي مكتوب عليه الجنه، الجندي الالهي الهائل بحجر المسله. عندما ظهر النسل لهذا الحيوان الكبير القوي، أتت البادرة بالحرق والعاصفة وتغيير الأرض. مع حلول الإرهاب ستستيقظ الشياطين التي تستطيع التنفس ولا تعرف حقيقة النوم الأبدي. تحس إنها تعويذة سحرية هتدمر حياتك. وده رسم تاني الإكسوديا مكتوب عليه ساحر الظلام، النوع الغريبة، غريبة فعلا. الوصف شيطان ذو القوة والعنف، هو همجي على طول، قيل أن لا أحد رآه هادئا، قوة الهجوم كبيرة غير محدودة. ترجمة مليانة آلهة وشياطين وقراوين، لأن معظم الترجمات دي مش متاخدة من كروت يوجي الإنجليزية، ولكن متاخدة من كروت يوجي اليابانية ومتغيرة ومتعدلة بأغرب كلام ممكن تسمعه. ودلوقتي أنا عندي كمية من الكروت دي هنشوفها مع بعض، وعندي كروت عربية تانية لكن مش بنفس سوق الكروت الغريبة دي. دول شوية من الكروت اللي كنا بنتكلم عليها. ده طبعا زي ما احنا شايفين أجامة الأسود، لكن من وجهة نظر الشخص اللي ترجم الكروت مسميه الحيوان المدمر، مش الحيوان المدمر، لا الحيوان المدمر، النوع الغريبة، لا تمييزها بين الصلدق والكاذب. افتكر يقصد لا تميز بين الصادق والكاذب. قوة الهجوم 6300 وقوة الدفاع 3520، ولو لاحظتوا التاريخ المكتوب 2005-2006، وهي دي الفترة اللي بنحكي عنها. في الوقت ده كان في مدارس بتعمل تفتيش في طابور الصباح للتلاميذ، وبيتم مصادرة أي كروت يوجي معاهم. قناع طقوس القرابين، طبعا ده كارت فخ معروف بيمنعك انت وخصمك من التضحية بوحوش عشان تستدعي وحوش بمستوى أعلى. لكن الغريب هنا ان كارت الفخ ليه نقاط هجوم ونقاط دفاع، هجوم 120 ودفاع 166 نقطة، حاجة في منتهى العشوائية. والتأثير المكتوب لا تموت دون النظر إلى أي حال. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة خالص. ايا كان، ده برضو كارت سحر معروف بيخليك تسيطر على واحد من وحوش خصمك، وفي المقابل خصمك بتزيد نقاط حياته 1000 نقطة كل دور. لكن هنا نفس المشكلة، كارت السحر ليه نقاط هجوم ودفاع، الهجوم 1300 والدفاع 3450. وليد دار، ملاكة شيطانية، صائد،
طبعا الجدير بالذكر هو ان الكروت التقليد دي اتعملت باكتر من شكل واكتر من لغة، وانا ببحث عشان اعمل الفيديو ده لقيت فيديو على يوتيوب من 16 سنة لشخص بيفتح نفس الكروت دي بالظبط لكن باللغة الانجليزية، نفس الكروت بنفس الترتيب تقريبا. رميل الشيطان الاخضر الاسود، شيطان الحوض، الكارت ده اللي انا مش عارف اقرا اسمه، الى اخره من الكروت الغريبة. بعد فترة قصيرة ظهر كروت تقليد إنتاج محلي هنا في مصر، وكانت مش بسوق الكروت الصينية، ما استعملوش ألفاظ غريبة لكنها لسه فيها مشاكل كبيرة. عندنا سيوف الضوء الكاشف، الساحر الصامت، القبعات السحرية، الحجر الملعون، السياف الأسطوري الصامت، جيرفريد سيد السيوف، منطقة البلازما الباطنية، طلقة الريش، كتاب الحياة، هرم النور، السياف الحارس العنيد، غول الصخرة، الدرع والسيف، غرفة الكوابيس المظلمة. وده التنين الإلكتروني مسمينه هنا تنين أوريكالكوس الأسطوري، حاجة في منتهى الغرابة. بطاقة العودة الآمنة، على الأقل ترجموا الاسم صح، درع الفارس، بطل التنين. وهنا هنلاقي كروت لشخصيات الكرتون، البطل يوجي، إشيزو، كايبا، باكورا، مارك، صائد النوادر، عصا الألفية، قلادة الألفية، لاعب الألفية، المرآة العاكسة، أحجية الألفية المفقودة، قوة الاتحاد، قوة التحدي. وده نوع تاني من الكروت العربية لكن أفضل بكتير من الكروت اللي قبلها. سلايفر تنين السماء، تنين راعي المجنح، المعذب أوبليسك، طبعا مختلف تماما عن الكروت الصينية اللي اتكلمنا عليها. التنين الأبيض ذو العيون الزرقاء، لعنة التنين، المهاجم بالفأس، الملك ريكس ذو الرأسين، مدمر التنانين، فرساجو المدمر، البق آكل البشر، خنفساء هرقل، الرجل كايبا أو كايبامان، المحارب الأخير من الكوكب الآخر، جايا الفارس العنيف، الدرع الكبير، أميرة النار، التنين الجمجمة، التنين الألفي، المصادرة، الصدفة الفولاذية، لعنة أنوبس، قوة المرآة. زي ما انتوا شايفين الترجمة شبه مثالية، وحتى نقاط الهجوم والدفاع هتلاقوها صحيحة ومطابقة للكروت الأصلية. يعني لو أخدنا أي كارت مثلا التنين الأبيض أزرق العينين، الهجوم 3000 والدفاع 2500 والمستوى صحيح. مجموعة كروت تانية، تغيير القلوب، جايا الفارس السريع، سارق الأرواح، البقعة السحرية، قليل من الجشع. ومكتوب التأثير إيه؟ يأخذ كارتين من أي مكان يعجبه. ما علينا. إكسوديا، هجوم 5000 ودفاع 4500 لكن على الأقل مش كاتبين ساحر الظلام. الصدفة الفولاذية، تنين العيون الزرقاء، سلايفر تنين السماء، مبعوث ما بعد الموت، التنين متنوع الأبعاد، الوحش الأسود، على الأقل مش مكتوب لا يميز بين الصلدق والكاذب. وقوة الهجوم والدفاع تقريبا مظبوطة. القوس والسهم الفضي، تيرانو الأسود، الحفرة المظلمة، الفارسة ساحرة الظلام. كروت لا بأس بيها نوعا ما من ناحية الترجمة. ومعانا مجموعة تانية، عالم تون، سلتك الحارس، السيطرة العقلية، أشواك العالم المظلم، حلقة الألفية، ساحر النور الرهيب، الفزع الأسود المميت، جيرفريد المحارب الحديدي، ميزان الألفية المفقودة، قلادة الألفية، الدفن المبكر، البطل الصلصالي، شاحنة الرعب. الكروت دي مش أحسن حاجة من ناحية الترجمة لكن لا بأس بيها. ودي بقى الكروت المثالية، أحسن كروت عربية اتعملت. أعتقد لو كونامي فكرت في يوم من الأيام تعمل كروت عربية هتكون حاجة شبه كده. الكروت مترجمة ترجمة صحيحة بنسبة كبيرة، نقاط الهجوم والدفاع زي الكروت الأصلية بالظبط، العنصر والمستوى والنوع والوصف 100% زي الكروت الأصلية. فارس بلا رأس، الساحر العجوز، عرض خاص للحاكم، إبعاد الخدعة، السلاح المضيء، كبير الأشرار، الأخ الكبير للفتاة المتحولة أو أخو هاربي، الشرارة المضيئة، اللهيب الأزرق، نبيل الإبادة، الحشرة نيو، شوكات العالم المظلم، والكثير من الكروت التانية اللي ترجمتها تقريبا مظبوطة. في النهاية يمكن لو كان في نسخة عربية رسمية موجودة من البداية كانت قصة يوجي هتكون مختلفة تماما في العالم العربي، وده يمكن يكون أكتر جزء مؤسف في الحكاية كلها، إن عمرنا ما كان عندنا نسخة عربية حقيقية. شاركونا في التعليقات حكاياتكم مع الكروت التقليد. دي كانت كل حاجة في الفيديو. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وقولولي رأيكم في التعليقات. سلام.